قطر بتعمل حركة حلوة جدا جدا اثناء التحضير لكاس العالم، بيحطوا على الاستاد بتاعهم يافط عملاقة مكتوب عليها احاديث الرسول، بتبقى مترجمة بالانجليزي للاجانب اللي هيجي يتفرجوا على كاس العالم. متعرفش كام يافطة او حديث من دول ممكن يكون السبب في دخول حد من الاجانب الاسلام، ومنعت بيع الخمور داخل الملاعب والاماكن المحيطه بالملاعب. يطلع رئيس الفيفا ويقول لك ال3 ساعات بتوع الماتش دول مش هم دول اللي هيموتوك لو ما شربتش فيهم خمره. تسال نفسك وتقول نفسك الله، هي قطر جايبه المشجعين تعلمهم الادب ولا تدخلهم الاسلام؟ هو في ايه؟ هو من ناحيه فهو في كتير الحقيقه. قطر يا سيدي عملت باركود حطتها في الاماكن العامه والغرف الفندقيه، بحيث ان الواحد يضرب الباركود يطلع له معلومات عن البلد وعن التراث الاسلامي والتراث العربي وعن سماحة الإسلام. والله. وخد عندك بقى، غيروا كل المؤذنين اللي في المساجد وجابوا مؤذنين صوتهم جميل كده ورقيق، وجابوا سماعات وحوطوها بالاستادات كلها عشان اللعيبة تسمع صوت الأذان والناس برضو تسمع صوت الأذان. مش بس كده، إحدى الصحفيين صرحوا وقالوا إن ده أجمل حاجة سمعوها في حياتهم، وكمان استدعت أكبر داعية إسلامي في العالم الشيخ زاكر نايك عشان خاطر يدي محاضرات أثناء كأس العالم. فخور جدا بالتصريحات اللي طلعت دي من قطر، وشكرا قطر، وان شاء الله الايام الجايه تبقى احلى ليكم.